الفل. صباح الخير دكتور رشاد. يعني ازاي تابعت الرقم اللي ذكره المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واللي قال فيه ان فاتورة الفساد في 2015 وصلت 600 مليار جنيه؟ شوف، ليه اكتر من دلاله. الدلاله الاوليه، اذا كنت انا وحضرتك وناس كتير اترعبت، واكتر من 10 محطات امبارح كلموني اترعبوا من الرقم. اما المستثمر الاجنبي يحصل له ايه؟ طب يجي لك ليه لما انت بلد كلها فساد؟ لما انت زي ما انت بتقول 80% من ميزانيتك اتوجهت للفساد. طب يجي لك ليه؟ عشان يتسرق؟ مش هيجي لك. فانت بتطفش المستثمرين اللي ممكن يجوا لك. هل مصر محتاجه في الفتره دي نطفش شويه المستثمرين اللي ممكن يجوا لنا؟ هل ده ممكن ياثر على التقارير العالميه اللي بتصدر عن كل دول العالم، وفي مقدمتها تقرير اسمه تقرير الشفافيه والنزاهه؟ يعني الدول المحترمه اللي ما فيهاش فساد، اللي احنا بفضل مثل هذه التصريحات اللي انا بقول للاسف غير مسؤوله في كثير من الاحيان، خلتنا في مرتبه متاخره جدا، 97 على العالم. هل عايزين نبقى 120 و130 و140؟ خلتنا في تقرير زي ممارسه الاعمال ومدى تيسير ممارسه الاعمال بقينا 131 على مستوى العالم. خلتنا في التنافسيه متنيلين. ايه اللي بيحصل ده؟ ليه؟ لصالح مين؟ طب تعال نحلل الرقم ده بقى بالراحه. يا ريت. وعايز اسالك يا دكتور رشاد كمان، يعني مشكله حضرتك في الاعلان عن الرقم، ولا مشكلتك في الرقم نفسه؟ يعني مش مستوعبه، مش مصدقه. برضه نحلله عشان برضه الناس ايه، في ناس كتير زي حالاتي مالهاش في الاقتصاد قوي ومالهاش في الارقام قوي، مش من حقها تعرف. كتر خيركم ان في برامج محترمه ومستنيره بتوضح ده للناس. تعال نحلل الرقم. انت قلت 80% عشان ميزانيه مصر 860 مليار. تمام. لا، دي ميزانيه مصر ايه؟ ده كل المصروفات اللي بتصرفها. امال ايراداتها كام؟ ما انت يهمني برضه، انت بتتكلم على الفساد، انت يهمك رقم الايرادات اكتر. صحيح. اللي بيتبهدل. تمام. ايرادات مصر كلها 622 مليار جنيه. يعني هم الرقم اللي راح في الفساد اللي دخل راح. يعني اللي جد. تعال نحلل ال 622 دول جم منين؟ دول منهم 422 من الجمارك والضرايب بس. ادي اكتر من 80% منهم هم كمان من الضرايب بتاعت الناس، الموظفين اللي بيدفعوا ضرايب. تمام. تعال نحلل